دكتور خالد هروح له بسرعة برضو، يمكن سؤالي برضو المرحلة من الجانب التشجيعي لحضرتك لصقل هذه الموهبة. طبعا غير البيت فيه كتب لكن ممكن يكون الوالد الوالدة الوالد ممكن يكون ليه رأي آخر غير ما يكون ممكن يبعدك عن الشعر شوية ويخليك تهتم بالطب. لا، هو ربما أنا والدي يسعده دائما أني أحب يعني ما يحب، وهو عاشق اللغة العربية، فيسعده أني أعشق هذه اللغة. إنما ربما كان يخشى أن يكون هذا مجرد يعني هواية تضييعا للوقت مضيعة مثلا ونحو للوقت، ذلك. تمام. إنما عندما تأكد أني بالفعل يعني أكتب شعرا حسيت ازاي حقيقيا. ايه الاحساس او جالك امتى؟ زي ما الدكتور وسام قال لي يمكن في المدرسة ولما كان بيروح مع الوالدة قصة جميلة وبيخش المتحف وبيقعد يعزف على البيانو، امتى حسيت انت ممكن تمسك القلم وتسطر ابياتا من الشعر؟ والله يعني في أنهي ربما، مرحلة، ابتدائية ثانوية؟ لا، في اواخر الجامعه، مم. في اواخر الجامعه، مم. المرحله الجامعيه. تمام. انا طول ومين اللي عمري، كان بيقيم شغل حضرتك؟ والله يعني التقييم الحقيقي لي، وهذا ما رأيته في يعني عيون أبي حينما أخذت جائزة العقاد الأدبية، كان سنة 98. 98. فيعني قرأت في عينيه قراءات أخرى لم أكن أقرأ. تمام. دكتور خالد، يعني ممكن نسمع يعني حضرتك بتقول الشعر يعني للغناء ولا لدواوين؟ يعني اي اتجاه حضرتك هو انت صديق الدكتور وسام لا، بتكتب له اغاني؟ كتبت له أغاني، إنما أنا يعني يمكن طب عايزين نسمع كتاباتي الأكثر في الفصيحة، يعني الفصيح. الفصيحة. طب عايزين المستمع كده يتعرف على الدكتور خالد البوهي، طبيب بشري لكن بصفة طيب، شعرية. ما يتعرف علينا احنا الاتنين في أغنية أغنية ملحنة. ملحنة، أغنية ملحنة. ممكن نسمعها الأول بصوت حضرتك وبعد كده نسمعها بالتلحين والغناء؟ آم، إليك الميكروفون. مم. هنسمع يقول الأول آه الاسم إيه هي؟ أحبك. أحبك. نستمع إلى أحبك من الدكتور خالد البوهي، شاعر وطبيب. يقولون عني لماذا أحبك، وأشتاق فيك الليالي الطوال، فتبقي سؤالا لماذا أحبك، سؤال عجيب بغير إجابة. هل يا حبيبي تشككت يوما، وهل يا حبيبي تمنيت مني دليلا سوى القلب يشدو بحبك؟ يناجيك أنت بغير الكتابة، يناديك أنت، فأنت الضياء وأنت الربيع وأنت الحياة، وإن مت أنت امتداد الحياة. فروحي بجسمك، قلبي بصدرك، هل تعرفين؟ سليه يجيبك أني أحبك، سليه يجيبك عن كل شيء، وضمه ضما عنيفا شديدا، ففي حضن صدرك يسلو بحبك. وإن كنت يوما تريدين سكرا فصبه خمرا، وإن كنت يوما تريدين طيبا فرشه عطرا، وإن كنت يوما تريدين نارا فحتيه جمرا، فصبيه رشيه حتيه، لا ترحميه ولكن أجيبه عن نفس ذاك السؤال، لماذا تعشقت فيك الليالي وأضنيت بالي، أجيبه عني لماذا أحبك. الله. يعني في شطر كده جميل جدا، الاختيار للمحبوبة، تعمل كما تشاء في المحبوب، وده شيء جميل جدا هنسمعها. بس انا شامم او يعني في عطر الاندلسيات في هذه القصيدة، يعني فيها روح شوية من فيها الحب اه. والعشق والبعض احنا المصطلحات طبعا احنا في يعني السهرة دي هيبقى في جانب كبير قوي من الاندلسيات والموسيقى الاندلسية مع الدكتور وسام شعيب، وهنتعرف اكتر على بعض محبي هذه الموسيقى، ويمكن جت في مصر لكن ما كانش ليها حظ ان تنتشر انتشار فعلا كأي للأسف. موسيقى غربية او رغم تركية. جمالها وبهائها. لكن اندلسيات جميلة جدا، ويمكن قائد الاغنية الاندلسية لما كان بيغنيها رحمة الله عليه فؤاد عبد المطرب المجيد، فؤاد طبعا عبد الراحل المجيد، فؤاد عبد المجيد. هو اللي يمكن حسسنا يعني في تلميذ كان نعم. بالموسيقى الأندلسية. هنسمع الأغنية دي قصيدة أحبك مع الدكتور وسام شعيب، كلمات الدكتور خالد البوهي، ونستمع طبعا
قيادة العزف للدكتور وسام، وتلحين مين؟ وسام شعيب. برضه وسام شعيب. يعني غناء وتلحين وعزف المطرب والدكتور وسام شعيب، وتأليف الدكتور خالد البوهي. نستمع إلى هذه القصيدة ونعاود مرة أخرى مع الصحبجية مع الموسيقى الأندلسية. فرشي عطرا